ولو معاك سامسونج اي 14 حاليا وعايز تحافظ عليه عشان ما يعطلش منك او يجيب منك معالج او ريبولينك ويعيش معاك اطول فتره ممكنه، تابع معايا هقول لك تعمل ايه وتسوي ايه علشان الموبايل يستمر معاك باذن الله بصوره مستقره وبصوره طبيعيه لحد ما ربنا يكرمك وتجيب الافضل منه. طبعا زي ما احنا قلنا ده السامسونج الاي 14 اللي هو فيه مشكله من المصنع ان المعالج والذاكره بيجوا بشكل ضعيف في الموبايل ده بالذات، فبعد فتره من الاستخدام التليفون بيجيب معاك ريبولينج ذاكره او معالج او الاثنين مع بعض، بيفصل منك تماما، بيكون شغال طبيعي يفصل منك تماما. مع العلم في ناس تاني كتير ماسكه التليفون بقى النهارده من يوم ما نزل اكتر من حوالي بتاع يمكن داخل على 3 سنين ولا اكتر ولا اقل، التليفون شغال وزي الفل. طيب ايه السبب اللي بيخلي ناس معينه شغاله عليها بقالها زمن وكتير والتليفون شغال زي الفل، وناس تاني مجرد ما تمسك التليفون ده بعد شهر اتنين تلاته خمس ست شهور تلاقي الموبايل فصل وجاب معاك معالج او ريبولينك؟ تعال نفك الموبايل ونحاول نعرف السبب من ايه، وهقول لك السبب الاساسي بيكون من ايه في اغلب الاجهزه دي من سامسونج اي 14. تابع معايا. طيب ايه اللي بيخلي الموبايلات دي تجيب معانا العطل اللي هو مش كويس ده، اللي بيحتاج ريبولينج للمعالج واعاده تركيب اي سي من اول وجديد علشان التليفون يرجع يشتغل تاني؟ ليه في ناس بيطول معاها فتره طويله بيبقى شغال وناس تاني بياخد فتره قليله ويبدا التليفون يفصل منها؟ اولا العطل اللي بيحصل ده من الاستخدام العالي للموبايل. على سبيل المثال يعني انت في ناس شباب بتلعب العاب كتيرة على التليفون زي بابجي وفري فاير والالعاب دي، ده بيخلي التليفون يوقف ويعطل ويهنج منك ويخش لسخونة عالية جدا على المعالج والذاكرة او المعالج والرام، وده بيسبب خلل في الايسيهات واللحامات من تحت الايسيهات بتبدأ تفك مع الحرارة العالية، وده اللي بيخلي عمر التليفون يفصل بشكل اقل. يعني ايه؟ يعني اي واحد بيستخدم التليفون الاي 14 للالعاب ببجي وفري فاير ده معرض انه يفصل منك في اي لحظه. طب ايه السبب بالظبط؟ السبب انه التليفون اثناء الالعاب العاليه بيتعرض لسخونه شديده، والسخونه دي انه في عيب تصنيع في الموبايل، المعالج والذاكره بتوعه بشكل ضعيف، يعني متركبين في الموبايل بشكل ضعيف، او البوردة نفسها ضعيفة من التصنيع، فبيحصل سخونة عالية على التليفون، وبناء عليه الأطراف أو اللحامات أو النقاط اللي تحت الأيسيهات مع السخونة العالية بتبدأ تنصهر أو تفك أو فيها اللي بيتلف وبيفصل من مكانه. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالآتي: بيجي التليفون عند أي فني تمام يكون شاطر وبيفهم، يرفع البوردة ويرفع الايسيهات ويعمل اعادة ريبولينج للتليفون ويعوض معاك المسارات المفقودة او النقاط اللي هي فصلت من على البوردة تحت الايسيهات، وبيرجع التليفون يشتغل معاك بشكل طبيعي. طيب الناس اللي التليفون بياخد معاها اطول فترة ممكنة وما بيحصلش ده ليه؟ او اشمعنى لانه الناس في ناس معينة التليفون بتستخدمه للحياة الاساسية فقط، اللي هي اتصال، استقبال، ان انا بتصفح عليه واتساب، انترنت، بعمل عليه شغل. لكن في ناس مش فاضية للالعاب الكتير او الدوشة على التليفون. الو سلام عليكم خلصنا مصلحة تمام، ده الشغل بتاع التليفون. الناس دي الموبايلات دي بيفضل معاها اطول فترة ممكنة من الاستخدام، ما بيعطلش. ده الفرق بين الناس اللي بيعطل معاها الاجهزة بسرعة والناس اللي الجهاز بتاعها بياخد معاها اطول فترة ممكنة. طيب لو التليفون معايا وموجود معايا حاليا وشغال كويس نعمل ايه علشان نحافظ على التليفون ما يحصلش معايا المشكلة دي، تخف ضغط الشغل اللي عليه؟ يعني لو انت شخص بتلعب العاب بالاربع ساعات والخمس ساعات المتواصلين، حاول انك انت تقلل فترة الالعاب والضغط على الموبايل. لو انت راجل بتشغل التليفون ده مثلا في المحل بتاعك كقرآن او بتشغله مثلا كمعلومات او بتشغله مثلا اي حاجة فيديوهات دينية ولا حاجة، بتسيبه فترة طويلة ما بين اربع خمس ساعات في المحل بتاعك، او انت في التمرين مثلا بتشغله وتحطه جنبك زي كده لغاية ما تخلص تمرينك بشكل مستمر، حاول تخف ضغط على الموبايل. الموبايل زي ما قلت لك من المصنع بتاعه ضعيف. استخدم التليفون الاستخدام الطبيعي: الاتصال، الاستقبال، المكالمات، التصفح، الانترنت. ولكن ضغط الالعاب العالي والاستخدام الفترات الطويله على التليفون خصوصا الاي 14 من سامسونج ده هيأثر على كفاءة وعمر
التليفون. لو انت عملت دول هتحافظ على تليفونك يستمر معاك اطول فتره ممكنه لحد ما تغير الموبايل اللي معاك. الحاجه تاني، ليه في ناس لما بتعمل ريبولينج بعد فتره بيرجع نفس المشكله؟ هقول لك ليه. لان برضه مهما كان احنا عملنا ريبولينج او عملنا مثلا اي سي ركبناه او غيرناه، الكفاءة بتاعة الاحترافية بتاعة التركيب، مع انه ممكن يكون الفن يعني محترف وكويس جدا، بس برضه غير تركيب التصنيع او تركيب اللي هو جايك من المصنع نفسه، والتكفيل بيكون شيء جاي على بور زي ما بيقولوا. فغير لما التليفون بيتعاد التركيب عليه من اول وجديد من فني سواء محترف او افضل، لازم بعد فترة التليفون بيضعف. تاني حاجة برضو التسخين نفسه على المعالج وعلى الرام والذاكرة والقطع الإلكترونية في التليفون، ده برضو بيأثر على العمر الافتراضي بتاع التليفون. فطبيعي انت لما بتعمل ريبولينج او تعمل شبلنة للاي سي او الرام في اي موبايل، تبقى عارف انه بعد فترة الموبايل ممكن يحصل فيه مشكلة تاني. وده وارد كمان، ده في بعض الاحيان يعني لما تركب اي سي ولا تغير حاجة ممكن بعد 4 5 ايام المشكلة بترجع نفس ما هي المشكلة، وتعمل ريبولينج من اول وجديد، وهكذا. ده طبيعي. التليفون لما تسخن عليه وحصل فيه تغيير او تصليح ورفع قطع او تغيير قطع، الموبايل مش بيكون بنفس كفاءته اللي كان عليها. طيب تعالى كده يلا بينا نفك التليفون من جوه ونشوف المشاكل دي فين في البوردة بالظبط من جوه داخل التليفون. نفتح التليفون وتابع معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نيجي نرفع الظهر بتاع الموبايل هنروح طبعا زي ما احنا عارفين لأضعف نقطة اللي هي جنب الشريحة هنا عشان نقدر نرفع الموبايل، لأنه في تليفونات بتكون الظهر بتاعها شديد شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفك المسامير هنا. نرفع الحماية اللي على البوردة، نرفع البطارية، نرفع الشاشة، انتنات الشبكة. بعد كده نفك المسمار اللي على البوردة هنا. بسم الله. هنا بقى دي البوردة من جوه. المشكلة بتكون المعالج والرام اللي جنبه. نرفع الصاجة دي بالراحة كده ونعزل الكاميرات دول خالص، نرفع هنا واحدة واحدة عشان ما نكشرش هنا، وبعد كده نعمل آية ريبولينج للموبايل علشان يرجع يشتغل معانا بشكل وبصورة طبيعية تاني. طيب هل مستقبلا نشتري موبايل سامسونج اي 14 يعني نقتنيه او نخليه معايا او نستخدمه، هل هيكون كويس ولا لا؟ انا بصراحه من رايي في الوقت الحالي ملوش لازمه. ليه؟ لانه التليفون انت مش ضامن اذا كان معمول له معالج او ريبولينج قبل كده ولا لا. تاني حاجه الموبايل زي ما قلت لك هو جاي بصوره ضعيفه من المصنع بتاعه. تالت حاجه ودي الاهم، الاصدار بقى دلوقتي قديم شويه، وفي الوقت الحالي في حاجات افضل واحسن بكتير من السامسونج اي 14. تنساش تعمل لايك ومشاركه للفيديو ده علشان غيرك يستفيد ولو حتى بمعلومه وتكون سبب في الخير. تحياتي ليك، بحبك في الله.